بص الموقف ده. بلاش سوسو، خد نادية. نعم. والله ما هي راجعة. ايه ده؟ خلاص بلاها سوسو، خد نادية. ما انا خلاص مش عايز حاجه من الدنيا. في سر صغير في التواصل لو استخدمته الناس هتبدأ توافقك، وهتلاقي أولادك بينفذوا تعليماتك ومن غير زعل، وزمايلك في الشغل هيتعاونوا معاك أكتر. السر ده اسمه الإحساس بالتحكم أو sense of control. بدل ما تقول لابنك كل الأكل المفيد، قول له تحب تاكل خيار ولا جزر. النتيجة هنا هو هياكل الأكل المفيد في النهاية، بس هو هيشعر إنه هو اللي اختار، وده هيخليه يوافق بإرادته. وفي المستشفى بدل ما الدكتور يقول للمريض لازم تاخد بالك من صحتك، ممكن يسأل تحب تبدأ بالرياضة ولا نعدل الأكل الأول. في الغالب المريض هيقول الاتنين، نفس الهدف بس الردود الإيجابية أكتر. والشفرة هنا إن كل ما تقدم اختيارات حقيقية كل ما اللي قدامك هيشاركك في القرار، وكل ما الالتزام بالنتيجة هيكون أقوى. الناس مش بتحب حد يتحكم فيها، بتحب حرية الاختيار. اديهم اختيارين الاتنين يخدموا الهدف اللي انت عايز توصل له، وشوف اللي هيحصل.